السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك للشعب المصري، ألف مبروك للمنتخب المصري، ألف مبروك للأمة العربية على الأداء المشرف لمنتخب مصر مع بلجيكا في الكويت في المباراة الودية، والفوز على بلجيكا 2-1. فالمصنف عالميا الثاني على العالم بعد البرازيل. منتخب بلجيكا المصنف الثاني على العالم بعد البرازيل، ولكن ألف مبروك للأداء واللعب الجماعي والضغط العالي. ألف مبروك لمنتخب مصر والشعب مصر. ولكن في البدايه يا ساده، يا ريت كل اللي بيشوفنا يدعمنا بلايك واشتراك في القناه، وفضلا وليس امرا لو اول مره حضرتك تشوفني اعمل اشتراك في القناه ولايك على الفيديو لو الفيديو عجب حضرتك. ألف مبروك للشعب المصري. مباراة ولا أروع من المنتخب المصري، بقالنا كتير قوي ما شفناش الأداء المشرف. أداء مشرف ويفتخر به الشعب المصري ويفتخر به كل الأمة العربية على الأداء الحلو والأداء الرائع. ولكن بنطمن منتخب المغرب، يا منتخب المغرب احنا عملنا أداء قدام بلجيكا، ولكن هي مباراة ودية، وانتوا تعملوا أحسن منها في المباراة الرسمية أمام بلجيكا إن شاء الله بإذن الله، وربنا يكتب لكم النصر في المنتخب المغربي. هدف اول ولا اروع من مصطفى محمد. بصراحه مين كان متخيل ان كورتوا يجي فيه هدف بالطريقه ديت من مصطفى محمد؟ كلنا عارفينه وعارفين طريقه لعبه وعارفين اداؤه، واحسن حارس في العالم مع ريال مدريد، يعني حاجه فوق الخيال فوق الوصف. لكن النهارده بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليه. المنتخب اداء جماعي، ضغط عالي، دفاع كويس. اي نعم، ما برضه في ناس هتقول لك ما احنا كنا بندافع اكتر، ولكن الدفاع الاكتر ما انت بتلاعب، مش بتلاعب اي فريق يا جماعه. انت مش بتلاعب مباراه وديه بس مش بتلاعب اي فريق. لازم تظهر باداء مشرف، ان انت مش مشارك في كاس العالم بس يبقى ليك ذكرى كويسه قبل كاس العالم، تبقى مباراه حلوه عملنا اداء كويس. والهدف الثاني وهدف اسيست ومن محمد صلاح، بصراحه ولا اروع اسيست من محمد صلاح وتريزيجيه، وانطلاقه سريعه وحط المدافع في ظهره، وهدف تاني ولا اروع من محمود تريزيجيه. الله اكبر على المنتخب والله اكبر على الاداء. وكان نفسنا في الاداء ده اللي بقالنا كتير قوي ما شفناش الاداء ده مع منتخب مصر. وراجل بمعنى الكلمه، مش مدح علشان انا اهلاوي همدح في اكرم توفيق، ولكن والله بجد راجل بمعنى الكلمه. وكاس العالم خسر فريق زي منتخب مصر وخسر لاعب زي اكرم توفيق. واكرم توفيق لو كان مشارك معانا في مباراه السنغال في النهائي كاس الافريقيه او نهائي او المباراه اللي كانت هنوصل بها لكاس العالم، والله ما كنا هنخسر بكده، ولا كان زماننا ان شاء الله. بس قدر الله ما شاء فعل. اكرم توفيق ارجل راجل في الملعب النهارده يا جماعه. بصراحه محمد صلاح رجل المباراه، ولكن اكرم توفيق يستحق الاشاده، يستحق الاداء، ويستحق كل حاجه حلوه نقولها عليه. اداء عالي، رجوله بمعنى الكلمه، لاعب بيموت نفسه ويقتل نفسه على كل كوره. الله اكبر على اكرم توفيق وعلى ادائه. وان شاء الله باذن الله في استمرار مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر، ودايما متفوق ومتالق. اللي حط النهارده عمل اداء رائع في المباراه. بصراحه هو كان اول 5 دقائق كده الاداء، ولكن بعد كده ما شاء الله على اكرم توفيق. اسد. وفي الختام يا سيدي ما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك على الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.